الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتأدب بآدابه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عملا وعلما وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ورتل القرآن ترتيلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأهلا وسهلا بكم أيها الأفاضل. طبعا في هذا اليوم إن شاء الله عز وجل عندنا عدد ما يقارب 50 طالب وطالبة، منهم من أتم جزء عامة ومنهم من أتم جزء تبارك ومنهم من أتم قد سمع. فإن شاء الله عز وجل نكون في هذا اليوم على موعد مع تكريم هؤلاء الطلبة. فخير بداية نفتتح بها حفلنا هذا آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا أخونا الشيخ عبد الكريم أبو عبد الله. يتفضل مشكورا جزاه الله عز وجل خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا
قبيل أن نبدأ بحفل تكريمنا هذا نرحب بالسادة الأفاضل أصحاب الفضل، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور أحمد سعيد حوا شيخنا وابن شيخنا، وكذلك الآن نرحب بالشيخ مصطفى علي أبو البراء رئيس رابطة العلماء السوريين فرع الحمام، وكذلك نرحب بكل من قدم بصحبة شيخنا من إخواننا وطلبة العلم المشايخ. اعذرونا العدد الكبير لا يستعد ذكر الأسماء كلها. كذلك الأمر لا أنسى أن نرحب بكادر النشر الميداني أخونا الدكتور محمد أبو عمر، كذلك الأمر نقول جزاه الله عز وجل خيرا على حضوره. ولا أنسى كذلك أن نرحب بأخونا المقدم رزوق أبو أحمد كذلك على هذه الزيارة، ومن ثم إخواننا في القلب أخونا أبو محمود وأخونا أبو عدنان اللي أحبوا أنهم يبتعدوا عن المكان المتقدم، فكذلك نرحب بهم جميعا. فإن شاء الله عز وجل الآن نسمع إلى كلمات طيبات مباركات من فضيلة الدكتور الشيخ أحمد سعيد حوا، لعل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يمنزل علينا من رحماته السميع القريب المجيب الداعي. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. نحمد الله تعالى أن هي لنا ولكم بالدعاء المجالس المباركة هذه المعاهد والمدارس القرآنية التي تعمل بتربية هذا النشء الطيب الكريم المبارك إن شاء الله، ليكون إلى التحرية في بيت المقدس إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. أرحب بكم إخواني جميعا، نرحب بأبنائنا وبناتنا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من ولود هذا الدين. يا إخوة يا أبنائي ويا بناتي، أقول لو لم يكن من ثمرات هذه الدورة المباركة إلا عودة مثل هذه المعاهد والمدارس القرآنية إلى ولود الله تعالى لكفاها ذلك. كيف لا؟ قد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أمور باتت واقعة في هذه الأمة وللأسف. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من غربة الدين، وحذر من افتراق القرآن والسلطان. قال: ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان فدوروا مع القرآن حيث دار. هذا النشر الطيب المبارك يدور مع القرآن إن شاء الله، ويعود القرآن إلى وجود الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحذر مؤامرة خطيرة وكبيرة على هذا الدين عشناها حتى لحظاتها الأخيرة، لكن نقول لعلكم الآن تنهضوا من جديد. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من انتقام عروة الدين عروة حين قال: لتنتقضن عروة الإسلام عروة فأولها رفضا الحكم وآخرها الصلاة. وآخرها الصلاة يا إخوة يا أبنائي ويا بناتي. نعم، وصل الأمر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن حرمت بيوت الله، حرم الدعاء، أغلقت المساجد وهدمت المساجد في بلاد المسلمين. نعم، لكن نقول لعل هذه الأمة الطيبة المباركة وأمثالها في بلادنا الحرة تستهدف حياة إسلامية جديدة لتعيد هذه الأمة إلى دورها ومكانها في قيادة البشرية، في صناعة حضارة إنسانية
يريدون في مطلع سورة الإسراء وبعد أن أخبرنا الله تعالى عن إرسال بني إسرائيل في الأرض المقدسة مرة بعد مرة، أخبر عمن يدبرون هذا العلو وهذا الفساد ليقول، ثم أرشد إلى المنهج في الآيات التي تلاها قال جزاه الله خيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما معنى أن تأتي هذه الآية مباشرة بعد الحديث عن فساد وإرسال بني إسرائيل في الأرض المقدسة إلى أن تكون رسالة لهذه الأمة أن هذا هو الطريق وهذا هو طريق التحرير، تحرير بيت المقدس. نعم يا أيها الأيام القادمة وستشهدون هذا بإذن الله، وما نحن فيه الآن ما هو إلا مقدمة طبيعية ولازمة ضرورية لتحرير بيت المقدس، أن تنعتق هذه الأمة من الظلم والطغيان. نعم أبنائي وبناتي البداية من كتاب الله، ومن أكرمه الله أن يكون من أهل القرآن فقد أكرمه بوسام عظيم. شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن، اسمعوا يا أبنائي ويا بناتي، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. شو بدكم أحسن هذا الشرف؟ أحسن هذا الوسام لكم ولآبائكم أيضا. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لكن يا إخوة، والخطاب لنا جميعا وللمربين جميعا وللآباء والأمهات، هذا القرآن لمن يكون منهج حياة، وأن لا نكتفي بتلقي القرآن بل أن نعمل على حمله ونقله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخيرية بهذا العمل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عليك أن تتعلم، كل مسلم قال أن يتعلم كتاب الله تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، وأن يعلم غيره ما استطاع. فإن لم تكن معلما فبإمكانك أن تكون معينا لمن يعلم كتاب الله ليكون بحق منهجا لنا. وقدوتنا في ذلك سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت ام المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. لا تستطيع ان تجد تفسيرا او وصفا دقيقا لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان تقول كان خلقه القرآن، بمعنى انه كان يعمل بكل ما جاء في هذا القرآن العظيم ونكف عما نهى الله عنه. لذلك يا إخوة ويا أبنائي ويا بناتي، نسأل الله تعالى أن يجعلكم فعلا من أهل القرآن وأن يبارك لكم بهذا القرآن. يجب أن يكون كل واحد منا قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض، يكون نموذج، يكون قدوة، يأتمر بما جاء في هذا القرآن وينتهي عما نهى عنه هذا القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما يحب ويرضى، وأسأل الله تعالى أن يجزي إخواننا القائمين على هذا الجهد الخير أن يجزيهم خيرا وأن يبارك لهم في أوقاتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
upon you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And this is upon you too. How are you, brothers? كيف حالكم يا إخوتي? We are all praise be to God. بخير والحمد لله. And you, وأنتم fine praise be to God. الحمد لله بخير. What is happening outside the mosque? ماذا يحدث خارج المسجد? It is a plane fly over us and try to aim the people with rockets. إنها طائرة محلق فوقنا وتحاول الإنسان بنفس الصوت. We will stay quiet and fly. We make God's wall high. سوف نبقى نحارب حتى نحن كلمة الله. By God will, إن شاء الله. All the world must know that nothing will stop us to us for our freedom, which government forbid us from it. يجب أن يعلم العالم كله بأن لا شيء يمكننا عن طلب الحرية التي سلبها منا النظام. We gave this revolution a lot of our blood and thousands of martyrs, and nothing will stop us to go on. لقد أعطينا هذه الثورة كثيرا من دمائنا وآلاف الشهداء، لذلك لا شيء سيمكننا على أن نمضي كله. Yesterday, which I was watching the news, one aspect was showing how the Holy Quran was burned and how one family was killed, and no one from the Islamic world or international can do anything. البارحة عندما كنت أشاهد نشرة الأخبار، كان أحد الأخبار يعرض كيف تحرق المصاحف وعائلات بأكملها تقتل، ولا أحد يحرك ساكنا من العالم الإسلامي والعالم الدولي. Don't worry, brothers, may be ours. God will be with us. تتقلقوا يا إخوتي إن الله معنا. We must be strong and prepare ourselves correctly. We must learn science and exercise our senses and body to be ready anytime to go to jihad. يجب أن نكون أقوياء ونحضر أنفسنا بشكل صحيح، ويجب أن نتعلم العلوم وندرب أنفسنا وأجسادنا لنقدر أن نكون جاهزين في أي لحظة للجهاد. That is true. هذا صحيح. How I meant to say this word to Bashar, by God will, soon you will be under our feet. كم حلمت أن أقول هذه الكلمات لبشار قريبا إن شاء الله ستحتاج ذلك. My God will, إن شاء الله. We are so glad to see you. سررنا بلقائك. We must complete our way. يجب أن نتابع طريقنا. And we so happy to see you. نحن مسرورين أيضا بلقائك. It is the time of prayer. Let us try and complete our way. إنه وقت الصلاة. دعونا نصلي ثم نمضي. Goodbye. وداع. Goodbye. وداع. تكبير. 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 بجهادنا. بجهادنا. ونمزق بعزيمة وإرادة. الله يجزيكم خير. طيب بشار، سحقا سحقا بالأقدام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بشار ومساندي بشار ومؤيدي بشار تحت أقدام الثوار عما قريب كما قالت الطالبة إن شاء الله. كم حلوة تقول لبشار إن شاء الله عز وجل سيكون بشار عما قريب تحت أقدام الثوار والمجاهدين الصادقين بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله كمان نستمع إلى طفلة صغيرة أصغر طالب في المعهد تقريبا، حفظت تحفظ الأطفال غيبا وتحفظ جزئين من كتاب الله سبحانه وتعالى. نسمع نحن من تحفظ الأطفال. طبعا قبيل أن تقرأ هذه الطالبة قبل أن تقرأ نود من جميع الحضور بلا استثناء أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن تشفى، لأنه فرق معها مرض سكري، فكلياتنا ندعي لها أن الله عز وجل يشفيها ويعافيها من هذا المرض. ألا نستمع؟ يقول راسي رحمن الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا
الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين أحمد الله على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة نصح الأمة كشف الغمة وجاهد بالله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه فبالإسلام حي على الجهاد أتى آنت الرسل من الرقاد إلى قدر المعالي لا تهابوا أما يكفي الرسول إلى الأعالي أما يقل ويحكم مستفيقوا أصبحت القلوب من الجماد ينادي الطفل في ذعر شديد وسيل الجوع من سيما عبادي أبي أخي أختي بقيت على الفراق يعطيك العافية. إن شاء الله الآن نستمع إلى صاحب صوت رقيب عبد أبونا أبو عدنان. يا عدنان ابن السيف أو إقبال. السلام عليكم. حقيقة لا تواضع رأي نفسي حقيقة أنا الصوت تكبير رأيت نفسي صغير كمان
عذرا. إن شاء الله نستمع الآن إلى كلمة من المشرف على معهد تحفيظ القرآن الكريم أخونا الشيخ فران يحدثنا فيها عن النشاط القرآني في معاهد تحفيظ القرآن الكريم. هذه المعاهد التي تعمل تحت مظلة رابطة العلماء السوريين دار الرحمن. يحدثنا عن النشاطات جزاهم الله عنه وجزا خيرا من الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى بمكتوبة عظيمة جليلة ألا وهي خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المكتوبة وهذه الفضل الذي لا يضاهيه فضل أبدا أكرمنا الله سبحانه وتعالى به بما يخالف الخمسة أشهر ونصف، واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى بالتعاون مع الإخوة الكرام مشرفي القطاعات وبالتعاون مع مشرفي المراكز استطعنا الوصول ولله الحمد إلى ثمرات عجيبة. هذه الأشهر القليلة استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن نحث القرى لكي نصل إلى مرتبة جيدة جدا في مجال تجويد القرآن الكريم وحفظه وترتيله بالإضافة إلى علوم القرآن المختلفة. عدد المراكز 60 مركزا تقريبا يداوم به ما يقارب 5000 طالب ولله الحمد. الثمرات بدأت تظهر منذ فترة قريبة ولله الحمد. الحفاظ وصل عددهم إلى ما يقارب 2000 حافظ جزء عام فقط باستثناء تبارك وقد سمع الداريات والأحقاف، وهناك من وصل حفظه ل 13 جزءا و9 أجزاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الفضل وهذه المنة خدمة كتاب الله. طبعا نشاط الرابطة لا يقتصر فقط على النشاط القرآني بل يتعداه إلى النشاط الدعوي من خلال تفعيل المساجد وزيارة مقرات المجاهدين وزيارة نقود الجبهات، بالإضافة إلى نشر الأجواء من الألفة والمحبة والوحدة والانسجام بين إخواننا المجاهدين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وفي نهاية هذه الكلمات أوجه الشكر لرب العلماء السوريين إلى رئيسها الدكتور محمد ياسر المسدي وأمين سرها وأعضائها، وأخص بذكر في نهاية هذه الكلمات وعن شكر هذا القطاع الذي تعب كثيرا في سبيل أن يرتقي هذا المستوى الشيخ حمزة الشيخ والحمد لله رب العالمين. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجزيك يا اخونا الشيخ فران تحدث باكمال عن النشاط. نتحدث ببضع كلمات عن النشاط الموجود في هذا المركز. لله الحمد والفضل. هناك عدد لا باس به قد اتم حفظ ال40 النوويه سنه مقدما غيبا عن ظهر قلب. ومن الطلاب كذلك الامر بفضل من الله سبحانه وتعالى من حفظوا حصن المسلم كذلك الامر غيبا من اول صفحه الى اخر صفحه. وفي عدد كبير جدا في المعهد يحفظ ضبط الاطفال والغلمان في تجويد القران الكريم. طبعا بالنسبه للمواد التي كانت تدرس في هذا المركز كانت هناك العقيده، الحديث الشريف، السيره النبويه، الاداب والاخلاق الاسلاميه، اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، وعلوم القران. وقد اجرينا اختبارا دوريا للطلاب الموجودين في هذه الفتره المتقدمه، وفي عدد كبير جدا اخذوا علامه ممتاز في طالبين اخذوا علامه 100%، يعني مثل ما مكتوب في الكتاب ولا همزه ولا فتحه اخطاء ابدا مثل ما مكتوب. فان شاء الله هذا الطلاب اللي اخذ فوق ال 90 كل يوقف لو نجي من الكتاب تمام. انا ان شاء الله سنسالهم بعض الاسئله. طيب تبقوا مركز في اكثر جدا. تقول عندك تحفظ ثاني مراتب الدين. مراتب الدين. طيب كم عدد اركان الاسلام؟ الاسلام 5. طيب عدد اركان الايمان 6 اركان. طيب ما هو الدليل على ان اركان الاسلام 5 مع الدليل؟ لا
إيمان بالله، معرفة الله، معرفة الرسول، معرفة الإسلام. طيب متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي يوم؟ في أي يوم؟ يوم الاثنين، أي شهر؟ طيب يعرف لنا الكفاء. لغة السن اصطلاح المستشرقون يحرف على المستشرق والإمام اللغات مع أجزاء المستشرقات يشرحون أجزاء الحركة. الآن إن شاء الله نبدأ التدريب. نود إن شاء الله قبل أن نبدأ التدريب أن نشكر شيخنا الشيخ محمد حوض على تدريب هذا الجزء هذا الوقت في سبيل القرآن الكريم والأدب. نبدأ الآن إن شاء الله. انتبه عندي تعصر. بيان مصطفى محمد علي. ما جمال السكر هذول اللي حاطين خاتم. ما جمال السكر. طبعا التفاصيل هذا بعد شوي ان شاء الله. الان ان شاء الله العبير رمضان قريب.
آلاء إبراهيم سليمان كان معدلها 100% بنجاح ممتاز. إيمان إبراهيم القلع نجاح ممتاز معدل 100%. غدير رمضان حبيب معدل ممتاز أو بنجاح ممتاز معدل 94. عبير رمضان حبيب بنجاح ممتاز معدل 100. محمد أحمد الكشف نجاح ممتاز معدل 100. لحد الطاق مصطفى حسن النواس نجاح ممتاز معدل 91. شذا نايف الحمد نجاح ممتاز معدل 91. الحمد يا عم عمي تتعامل مع دوائر. طيب سيدنا احمد علاوي